سب اشتم اسلام ورسول، دي يعني بروفوكيشن. احنا بنعتقد ان الحكومه الامريكيه والمخابرات الامريكيه هي اللي ورا الفيلم علشان تعمل فتنه بين المسلمين والمسيحيين داخل مصر. مش يعني اوباما مش ضد الاسلام، اوباما مش ضد الاسلام، وحكومه امريكيه مش ضد اي بس ممكن بوش الحكومه القادم ضد الاسلام. الحكومه الحالي مش ضد اي دين. طب ليه اوباما اعلن القدس عاصمه لاسرائيل؟ اسمي اوكي ماشي. خد اسرائيل مش في دي نقاش، ما في اسرائيل ماشي. اسرائيل هو يعني المشكله ان هو حريه التعبير وحريه اعتقاد، عقيده ايوه freedom of belief، تمام، حريه التعقيد وحريه التعبير، تمام، في الدستور الامريكي دي الديمقراطية. تمام هو حريتين، تمام، بس هو كونفليكت، مهاجبة كونفليكت بين المبادئين. فاهم؟ اوكي، ده المشكلة. بس اوباما مش ممكن ان اقول انا المخرج من هذا الفيلم مش كويس، دي فيلم عشان الدستور بتاعهم بيقول ان هو في دستور في حريه، فيهم حريه تعبير. ماشي، ما هو احنا بنرفض. خلاص نحن نعرف وانا اعرف ان دي مش كويس، عشان دي بروفوكيشن بس. بروفوكيشن معناها ايه؟ إساءة، دي إساءة مش كويس. خلاص هم عندهم في الدستور كده حرية تعبير وحرية الايه؟ سويسري، بس هو المفروض يبقى فيه. ايوه عشان عندنا الثاني كان زي كده يا عم من سويسرا يا عم. ايوه، ما احنا عارفين عشان ما حدش كل حيوان بس. كل وقت يسب الرسول الله صلى الله عليه وسلم مش كويس، ودي رأي من كل السويسريون. هم سألوا بس خلاص ماشي ماشي بقى. ومسيحي والمسلم معا، وسويسري ومصري معا. يعني معاه مصرية ومعاه خلاص واحد 130 جنيه